ازيك عامله ايه؟ انا جالي استغاثات كتير جدا بالست دي يا جماعه، ان هي قاعده في الشارع. الست دي وضعها صعب جدا، من واضح ان هي تعرضت لحاجات كتير صعبه في حياتها. يعني انا من ساعه ما دخلت عليها وهي عماله تشتمني. ازيك عامله ايه؟ ممكن اقعد جنبك؟ ممكن اقعد معاكي اتكلم معاكي؟ ها؟ انا جاي اخدك عشان اوديكي دار. ها؟ ازيك عامله ايه؟ ممكن تيجي معايا الدار؟ دار زهرة مصر. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا يا جماعه قررت ان انا هقعد 3 ليالي على مستوى الجمهوريه، مش هنام، هنزل انقذ حالات. ويا ريت اي حد عنده اي استغاثات يبعت لي على اللايف ده ويوصل صوتي لكل الناس على مستوى مصر، على مستوى جمهوريه مصر العربيه. لان انا قررت ان انا هقعد 3 ليالي مش هنام، وهنزل انقذ حالات بس كلها سيدات، لان انتوا عارفين ان الدار عندي سيدات فقط. وانا يعني دلوقتي من الموقف اللي انا شايفاه قدامي ده، انا حاسه ان انا برتجف وحزينه جدا جدا، لان الست وضعها صعب جدا، واكيد مش هتقوم معانا بالساهل، يعني اكيد اكيد هي مش هتقوم معانا بالساهل. فربنا يقدرنا ونساعدها وناخدها معانا ان شاء الله لدار زهرة مصر باذن الله تعالى. الناس اللي متابعاني وشايفاني ومقدره تعبي ومجهودي، اتمنى يا جماعه ان اي حد عنده حاله في اي مكان على مستوى الجمهوريه يبعتها لي، لان انا 3 ليالي مش هنام، 3 ليالي مش هقعد، 3 ليالي هنزل على مستوى الجمهوريه. وبدات بالحاله دي في عزبه النخل وربنا يقدرني. 3 ليالي هفضل فاتحه معاكم لايفات، 3 ليالي فاتحه معاكم لايفات، مش هسكت ابدا. مش هسيب مشرد واحد في مصر باذن الله تعالى، مش هسيب مشرد واحد في مصر، مش باذن الله تعالى. وربنا يقدرني ويستخدمني ان انا اعمل حاجه كويسه في مصر بلدي ام الدنيا، ويقدرني ان انا انزل انقذ الناس اللي بلا مأوى، اللي ما لهمش حد. الست دي قاعده في الشارع وضعها صعب جدا، اكيد هي تعرضت لحاجه صعبه مخليها ما عندهاش ثقه في حد، او ان هي مش مستوعبه اللي بيدور حواليها. وربنا ان شاء الله يقدرني ان انا اخدها لحياه كريمه داخل دار زهره مصر للكبار بلا مأوى. اتمنى يا جماعه تدعموني بالكلمه الطيبه. يلا همتكم معايا عشان هنبدا اول 3 ليالي النهارده باذن الله، وربنا يتقبل مني ومنكم باذن الله، ويجعل دار زهرة مصر مفتوحه بالخير والرحمه والكرم. وان شاء الله احنا بناخد الحاله بنعمل لها محضر في الاسم، وبنعمل كشف طبي للحاله، وده بامر وزاره التضامن الاجتماعي، يعني مش بناخدهم بمزاجنا، تمام؟ للعلم يعني. يلا بينا. ممكن اتكلم معاكي يا امي؟ ممكن اتكلم معاكي؟ انا سمر نديم زهرة مصر، وفي ناس بعتوا لي الصوره بتاعتك ان انت قاعده في الشارع، وانا جايه اخدك عشان تعيشي تصوير ان احنا نقدر نوصل لاهلها. مش بس هناخدها معانا الدار، لا، نوصل لاهلك. اهلك فين؟ ها؟ اهلك فين يا امي؟ يا ماما، يا امي انت اهلك فين؟ ها؟ يا جماعه امشوا امشوا، في ايه؟ تعالى يا محمد كده عشان الناس تمشي. يا امي ممكن تيجي معايا؟ ها؟ هنروح الدار، هتيجي تعيشي حياه كريمه في دار زهرة مصر. ها، موافقه؟ موافقه ولا لا؟ من الواضح ان هي اصلا ما تردش على حاجه. يلا بينا، تعالي معايا، هاتي ايدك في ايدي، ايديا ممدوده لك اهي. ها؟ ايديا ممدوده لك اهي. ها؟ يا ماما، يا امي، يا ست الكل، يا ست الستات، تيجي معايا لدار زهرة مصر؟ ها؟ ازيكم عاملين ايه؟ الله يسعدكم. ها، تيجي معايا؟ يلا، هاتي ايدك في ايدي، يلا هاتي ايدك، تعالي ماما. طب تعالي تعالي. تضربني تضربني، هتضربني. ازيك عامل ايه؟ ماما تعالي معايا، يلا هاتي ايدك في ايديا. ماما تعالي نركب مع بعض عشان نروح دار زهرة مصر، نعيش حياتنا
هيبقى هتطلع ست زي العسل. اكيد اكيد. احنا ما ضربتني خلاص. عايزين نساعدكم في حاجه؟ احنا عايزين نركبها معانا العربيه. لا احنا هنركبها العربيه عشان احنا دار لرعايه الناس اللي بنجمعهم. انت عايز واحده زي دي تمشي معاك لحد العربيه ولا نجيب العربيه هنا؟ لا احنا هنجيب العربيه هنا. هات العربيه هنا ونساعدك. يلا هات العربيه بس الاول وانا اساعدك. جميله. طب يلا هات العربيه يا انا. هي العربيه دي؟ العربيه دار عندنا سيدات. لا لا بقول لك العربيه دي؟ اه هي دي؟ طب هات هنا ولا ما هي العربيه يرجعها. يلا يا جماعه انا حرفيا بستجيب لما بنزل اجيب الحاله ببقى. لا لا على فكره كل الحالات كده ده شيء طبيعي. طب ماشي. انت متابعنا؟ انت عارفنا؟ الله يسعدك. هو راح فين؟ هو هيجيب العربيه هيدافع بيها. هي دي؟ اطلع قدام. خلي بالك شويه. بس هاتوا لها الشبشب عشان الشبشب بيتسرق منها. ها؟ ايه ده احنا هنجيب لها كل حاجه. هي عايزانا احنا عيله ايه؟ انا هطمنكم عليها داخل دار زهرة مصر. ادعوا لنا يا جماعه ان احنا على 3 ليالي مش هنسيب مشرد في مصر. يلا ادعوا لنا يا جماعه عشان باذن الله تعالى مش هنسيب مشرد في مصر. همتكم معانا بالدعاء. يلا اشوفكم على خير واستنونا بعد شويه في دار زهرة مصر.